أنا بسألك عن عدن اللي أنت جلست فيها 11 12 سنة، من 79 تصحح لي ل إلى 92. 92. صف لي هذه المدينة اللي سكنت فيها كل هذه الفترة. شوف، عدن مدينة صغيرة هي غير كبيرة. وأنت من خلال وظيفتك، من خلال عملك، من خلال علاقتك تنسجم وياها بشكل كبير جدا. في الفترة اللي أنا عشتها كان بها الأمان، لا أبالغ إذا قلت 100%. وكانوا هم أيام الحزب الاشتراكي اليمني كانوا يفاخرون بقضية الأمن. أمن تماما، ليس في عدن فقط، من عدن إلى أقصى المهرة. ممكن تصير سرقات، تصير هذا، لكن يمكن بخمس دقائق تمسك. هذا الأمن. ثبات الأسعار كان عندهم. صحيح مرات ينقص السوق، ينقص مثل فاكهة ولا ينقص كذا، بس عندهم ثبات أسعار. ظلت الدولة داعمة للسعر، ودائما عندهم جمعيات تعاونية هي من المؤسسات، أنت تروح تتسوق من عندها بأسعار يسيرة. فكان أيضا البطالة قليلة، جدا يعني كل قليلة. المؤشرات اللي تقولها كانت تتكلم عن نجاح الدولة. نجاح الدولة نجاحها أيضا إجا إلى عامل آخر. الدولة بريطانيا سلمت الدولة، وبريطانيا كان نظام ممتاز. 139 سنة هم داروا عدن. لكن هذا النظام، الحزب الاشتراكي اليمني أو التنظيم اللي قبله، نقلوا هذا النظام إلى ما كانت تسمى بالسلطنات، اللي هي 23 سلطنة. فالسلطنات هي صارت انجمعت كلها، صارت مديريات وصارت نواحي وصارت محافظات. فصار كل الجنوب من 23 سلطنة ومحمية اللي هي عدن، صاروا إلى ست محافظات، اللي هي عدن ولحج يعني وأبيان. عشان ما ادخل بالتفاصيل، انت تقول انه نجاح الدولة هو اللي مخليك ترتاح فيها في ذيك اليوم، جدا. والإرث البريطاني مش كان أنا مؤثر. مرتاح فيها، هو المواطن مرتاح فيها. ولذلك هذا المواطن أنه حس بالفرق بالأسبوع الثاني من الوحدة. أنت كتبت مقال هنا، عدن الأبعد عن مكائد الإخوان. نعم. قلت: لم يمتد تنظيم الإخوان بشمال اليمن إلى عدن، المدينة المنفتحة التي ظلت هكذا حتى قيام الوحدة 1990، حيث الهيمنة المزدوجة القبيلة والإخوانية. فطوال حكم الجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي اليمني كان وجود الإخوان مرفوضا رسميا. نعم. وشعبيا. كان مرفوض. هذا جزء من الحديث اللي تتحدث عنه. كان مرفوض. كان تنظيم يحاولون هم بتنظيمات. طبعا التنظيمات هي في تنظيمات سلفية وفي تنظيمات إخوان أيضا، بس كان